السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تجربتي مع منتجات ام ديزاين من أكتر الشركات اللي عاملة ضجة الفترة دي. منتجاتها صحية 100%. وتعالوا ما أقول لكم تجربتي بمنتهى الأمانة وبمنتهى المصداقية، وما تتصدموش من اللي هتشوفوه أول الفيديو. أنا هحكي لكم الحكاية بالتفصيل. اول حاجه انا طلبت اوردر زي اي ام مصريه، يعني جبت البوتل الحلوه دي من ام ديزاين زي ما انتم شايفين. حطيتها في اللانش باج زي ما انتم شايفين كده، غرقت لي اللانش باج ميه. المقطع اللي انا بفرجه لكم دلوقتي ده انا بعته كده للشركه، قلت لهم ينفع كده انا اشتري منكم ازازه تبعتوا اجي احطها في اللانش باج تنقط وتغرق لي اللانش باج بالشكل ده. الحقيقه الناس كانوا في منتهى الذوق والتعاون، وبعتوا لي الاوردر اللي انا بفتحه قصاد حضراتكم ده، واعتبروا الازازه اللي بايظه يعني مش هيستردوها، يعني تمام مش عاوزينها. وانا بصور وبفرجكم علشان اقول عنهم مثلا ريفيو حلو انهم بعتوا لي ازازه بدل الازازه اللي طلعت بايظه. ولكن المفاجاه هقولها لكم في اخر الفيديو، اصبروا معايا. طبعا انا فضلت افتح واقفل فيها عشان اتاكد ان قفلتها محكمه وان مفيش فيها اي مشاكل، ومليتها كمان بالميه واتاكدت المره دي انها كويسه جدا وما بتنزلش ولا نقطه ميه. اصبروا بس عشان المفاجاه لسه في اخر الفيديو. انا هفرجكم كمان انا ما اتعاملتش مع ام ديزاين بس في البوتل. انا كمان اتعاملت معاهم. بصوا بقى، دي الازازه القديمه، شايفين كانت بتنزل كميه ميه قد ايه. انا يعني ما كلمتهمش وبعت اشتكيت من قليل، لا الموضوع كان كبير فعلا. تجربتي التانية معاهم كانت الايه اللانش بوكس. اللانش بوكس كان حلو جدا. ابني حبيبي، وزي ما انتم شايفين عمقه حلو جدا. جزء للفاكهه، الحاجات بقى اللي هي دي بتتعمل ابني شالها وقال لي اتكسر يا مامي. فالحمد لله بتتركب بسهوله جدا، مرنه ولينه، بحيث انها تتركب وتتشال. بينفع يدخل الميكرويف، بيدخل غساله الاطباق، يعني تحفة، ممتاز بمعنى الكلمة. اللانش بوكس. اما الازازة، فانا لغاية ما انا بصور لكم كده ما كنتش اعرف غير ان انا كان عندي ازازة بايظة وازازة سليمة، وعمالة احط فوطة عشان اتأكد انه الازازة الجديدة حلوة فعلا، قبل ما وانا اثناء ما انا بصور لكم الفيديو. اثناء التصوير بقى اكتشفت حاجة، ان الازازة اللي عندي زي ما انتم شايفين اللي عليها السهم دي آه، مش بايظه ولا حاجه، هي متركبه غلط. الجزء الاحمر ده، الجلده الحمراء دي اللي هي الماسك بتاع الغطا، كان طالع لفوق، فكان بيخلي الغطا ما يتقفلش كويس ويسرب ميه، مع اني بلف كويس جدا للاخر. وانا والله ما كنت اعرف خالص لما بعت للشركه واشتكيت. بس بعد ما صلحتها ونزلت الجزء اللي هو الاحمر ده نزلته لتحت، الازازتين بقوا تمام وبقوا بيتقفلوا تمام جدا، ومفيش واحده فيهم بتنزل ولا نقطه ميه. طبعا انا بعت قلت لهم ابعتوا خدوا الازازه، انا متشكره جدا لحسن تعاونكم معايا، لكن الازازتين طلعوا سلام، فابعتوا خدوا اي واحده منهم. انا كده كده ما استخدمتش اي واحده منهم، مبقاش في فرق بينهم اصلا دلوقتي. فزي ما قلت لكم اصبروا لحد اخر الفيديو عشان تشوفوا المفاجاه اللي حصلت. فدي تجربتي فعلا بمنتهى الصدق والمصداقيه. الازازه ما كانش فيها عيب، انا اللي جايالي متركبه غلط. اهو ده شكلها الاول، الغطا لازق في الجلده الحمراء اللي هي بتمسك الغطا عشان ما يقعش من الطفل مثلا لو فتح الازازه او كده. اهو شايفين المكان، لا المفروض ما يكونش المنظر كده، المفروض يبقى فيه فاصل اسود. اهو شايفين الفرق بين الازازتين، اللي عليها سقفه دي هي الصح. كانت تجربتي بكل امانه، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.